ميني بيتزا بقى بتاعتنا التحفه دي زي ما انتم شايفين العجينه بتاعتها، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العجينه هشه ازاي وطريه؟ هو ده الكلام، هو ده الكلام. عجينه الميني بيتزا اهي طريه تحفه في البيت بكل سهوله مع الشيف محمود. مفيش مستحيل. يلا ندوق ونقول بسم الله. واو تحفه، عجينه الميني بيتزا تحفه زي ما انتم شايفين كده. هو ده الكلام مع الشيف محمود، هو ده الكلام. شايفين العجينه عامله ازاي من جوه يا جماعه؟ هو محتاجين نص كوب من الحليب، معلقه كبيره من الخميره بس مش هرميه، ومعلقه كبيره من السكر هرميه كده، بنقلبهم كويس وبنسيبهم دي الخميره عشان نعمل اختبار الخميره على جنب. عندنا نص كيلو من الدقيق، 4 كوب من الدقيق، ورشه ملح كده، واتنين معلقه كبيره من السكر، وبيضه بدرجه حراره المكان، ونص كوب من الحليب، ومعلقه كبيره من الزبده. واختبار الخميره بعد ما عملناه ونجح كده، بنعجن العجينه دي لمده 10 دقائق ل 7 دقائق كده زي ما انتم شايفين، وبنغطيها لحد العجينه ما تخمر معانا. محتاجين 2 حبة من الطماطم، عصير طماطم كده. وهننزل بقى بنص معلقة بابريكا، نص معلقة توم باودر، بصل باودر، ملح، زعتر، كل ده نص معلقة صغيرة. طبعا رفعنا الصلصة على النار، الصلصة كده خدت معلقة سكر معانا. كده الصلصة بتاعتنا جاهزة طبعا، وشوحنا الصدور زي ما انتم شفتوا. دي عجينة بيتزا زي ما انتم شايفين، او الميني بيتزا بعد ما خمرت معانا وناجحة ازاي. طبعا بنفردها والفرن المسخن بتاعنا، الفرن البوتاجاز بتاعنا. طبعا العجينة دي بنسيبها تريح لمدة نص ساعة في فرن البوتاجاز كده من غير ما يكون شغال طبعا، عشان تخمر معانا في مكان دافي. طبعا الصلصه بتاعتنا الجاهزه اللي عملناها، طبعا الصلصه دي خدت مننا معلقه سكر. بنشكوك عجينه البيتزا بعد ما فردناها يا جماعه، وبنحط الصدوق او اي حاجه عندنا او الخضار بتاعنا والجبنه ونوزعها. واحلى الفقانه عليكم وعلى اولادكم، هتقدروا تعملوه في البيت.